ناس كتير بيسالوا عن عمليه شد البطن وهل هي الحل الانسب بعد خساره الوزن او بعد الحمل، وايه مميزاتها وايه عيوبها. اولا نقدر نتكلم على مميزات. طبعا في العمليه دي احنا بنشيل الجلد الزايد المترهل الموجود في البطن، وده بيدي شكل افضل طبعا للبطن. بنشد كمان العضلات الموجوده في جدار البطن، ده بيقوي الجدار وبيقلل البروز. وطبعا الميزه الاساسيه ليها ان هي بتغير شكل البطن تماما وتخلي العضلات كمان اقوى. من العيوب بتاعتها زي اي عمليه جراحيه بيبقى في مثلا الندبه بتاعه العمليه دي احنا بنحاول قدر امكاننا ان احنا نخليها في مكان غير مكشوف وغير ظاهر، وبنشتغل عليها بعد كده بالعلاجات، بالسيليكون، بالكريمز، بالجل، وحتى بنقدر نستخدم الليزر، نقدر نستخدم جلسات الحقن للخلايا الجذعيه، نقدر كمان نستخدم حقن خلايا الجذعيه علشان نحسن شكل الندبه. برضو من العيوب بتاعتها ان هي غير صالحه لكل الاجسام، لان في بعض الناس بيبقى عندهم تراكم كميه الدهون حوالين الامعاء مش تحت الجلد، فبالتالي دي مش بتبقى احسن اختيار ليهم، مش بيقدروا يستفيدوا منها كويس. تابعونا اكتر عشان نعرف حاجات تقدر تفيدنا قبل ما ناخد قرارنا للعمليه التجميليه اللي احنا محتاجينها. في النهايه عمليات شد البطن من العمليات الممتازه جدا، بس طبعا مش مناسبه لكل الاشخاص. حاول تستشير طبيبك علشان تقدر ايه العمليه المناسبه اللي تقدر تفيدك عشان تقدر تاخد قرارك الصح.